صاحب الزملكاوي يوم المباراة قال لي هتتقطعوا يا معلم وهتباتوا زعلانين. كان رد عليه جملة واحدة مختصرة: الكاس اللي راح الرياض على طيارة الزمالك هيرجع القاهرة على طيارة الأهلي. أهلا بكم. المعلم كولر ما حدش فاهم دماغه. بدأ المباراة بتشكيل كان عليه بعض علامات الاستفهام، زي مشاركة نيدفيد من أول المباراة على حساب مروان عطية مثلا، وكمان انه سيطر على الملعب في دقائق المباراة الاولى وبعدين سابه تماما للزمالك طوال الشوط الاول ولحد الدقيقة 84 من المباراة. خلال الفترة دي قدر الزمالك انه يوصل لمرمى الاهلي 5 مرات، لكن شوبير كان على موعد مع الكرة كل مرة. الزمالك وصل لمرمى شوبير 5 مرات، فشل انه يحرز هدف واحد من ال5 مرات، وده لوجود حارس اسمه مصطفى شوبير. الاهلي ما وصلش المرمى عواد ولا مره لحد الدقيقه 84 وما بعدها. وصل مرتين، سجل هدفين. شوبير تصدى ل5 هجمات هددت شباكه بنسبة نجاح 100%، مقابل هجمتين فقط للأهلي على مرمى عواد بنسبة فشل لعواد 100%. الأهلي فنيا لم يقدم أي مستوى لحد الدقيقة 84، أو بالأصح لحد تبديلات كولر. نزول مروان عطية في نص الملعب ونزول قفشة عطى ثقة لإمام عاشور وقفشة في التقدم ولعب ثنائيات، ومع أولى الهجمات في الدقيقة 84 أحرز إمام هدف. ولا أجمل من جملة ولا أروع بينه وبين قفشة. واللي بعدها حاول نادي الزمالك يكثف من هجماته عشان يتعادل وينتهي الوقت الأصلي والنتيجة 1-0، ويحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضايع، ويمسك الأهلي الكرة وينطلق المبدع إمام عاشور للمرمى والكرة تحت رجله ووصل لمرمى عواد المتأهب لقذيفة جاية من إمام، لكن إمام يتصرف بمنتهى الذكاء، يدي الكرة لقفشة اللي جاي منطلق من الخلف ومستقبل المرمى، يديها له في المساحة الفاضية، يحط بيها القضية بين رجلين فتوح تسكن شباك عواد عشان ينهي أي أمل لنادي الزمالك في البطولة. والقضية اللي كانت زمان ممكن بقت عادة لقفشة مع الزمالك وسهلة جدا إنها تتعمل. انتهت المباراة وفاز الأهلي بكأس مصر ودرع موسم الرياض، وفاز إمام عاشور بجائزة رجل المباراة، ولو كان في جوائز تانية كنا فزنا بيها. ما كلمتكمش عن التحكيم، ما كلمتكمش عن ضربة الجزاء في الدقيقة 8 لحسين الشحات، اللي أجمع جميع خبراء التحكيم إنها ضربة جزاء صحيحة، واللي كان هيحصل فيها حالة طرد للمدافع، وبكده كانوا هيلعبوا من الدقيقة 8-1. متكلمناش عن أي حاجة من دي. وفي النهاية ده هو دايما الأهلي اللي مليان أساطير غصب عن أي حد، وفي نجوم والنجوم هم الأساطير، والأهلي بطل القرن وبطل أفريقيا، والأهلي سيد أسياد أفريقيا، والأهلي هو فرحة مصر.